السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قرية جميلة مليانة بالورود والأشجار الجميلة. القرية دي كان أهلها ناس طيبين وبيتعاملوا مع بعض كأنهم عيلة. وفي القرية الجميلة دي كان في بنتين أصحاب من زمان، من صغرهم وهم بيكبروا مع بعض وأكتر من الإخوات كمان. البنتين دول كان اسمهم ليلى ونور، وكانوا طيبين جدا، بيحبوا يقضوا وقتهم مع بعض وبيحكوا لبعض كل حاجة دايما. وفي يوم ليلى ونور كانوا بيلعبوا مع بعض في حديقة كبيرة، وكانوا بيتنططوا وبيضحكوا وبيجروا ورا بعض بسعادة. وبعدين نور أخدت بالها إن ليلى مش لابسة الحلق بتاعها، وسألتها ليه مش لابساه. قالت لها إنه حلقها بيوجع لها ودنها، وكملوا لعب عادي. لكن نور كانت بتفكر ازاي تسعد صاحبتها. قررت تروح تشتري لليلى حلق جديد، وطلبت من مامتها تساعدها. ونور فعلا اشترت حلق جميل عشان تديه هدية لليلى صاحبتها. حطيته في علبة شكلها حلو وراحت تديهولها في بيتها. أول لما ليلى فتحت العلبة وشافته اتبسطت قوي بيه، ولبسته بسرعة في ودنها وكانت فرحانة، وفضلت تبص على نفسها في المراية. قالت ليلى لنور إن الحلق ده أحلى من بتاعها ومش بيوجع ودنها، وشكرتها جدا لأنها اشترت عشانها حاجة هي محتاجاها وفكرت تبسطها. بقت ليلى على طول لابسة الحلق في ودنها وكانت فرحانة، لحد ما في يوم بريمة الحلق وقعت منها وهي نايمة. قعدت تدور عليها كتير لكنها ما كانتش لاقياها وقعدت تعيط. راحت قالت لمامتها بعد ما قعدت تدور عليه في اوضتها وقت كبير. وقالت ليلى لمامتها ان نور هتزعل منها لاني ضيعت بريمة حلقها، وانها هتفتكر اني مش مهتمية بيه واني مش فارق معايا هديتها. ماما قالت لها ان نور صاحبة جميلة وعمرها ما هتفكر كده ابدا، وان البريمة ضاعت غصب عنك، وانك كنتي محافظة على الحلق دايما. وفعلا ليلى كلمت نور وحكت لها اللي حصل معاها، وطلبت منها ما تزعلش. نور كانت متفهمة ان ده مش اهمال من صاحبتها، وقالت لها ما تقلقش. ليلى اتفاجئت من رد نور وانها فعلا ما طلعتش زعلانة منها. نور قالت لليلى انها اهم عندها من الهدية لانها اختها وصاحبتها. ويومها ليلى عرفت ان صداقتهم اهم من اي شيء، وحبها زاد اكتر لنور وبقت ممتنة جدا انها موجودة في حياتها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا اصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.